السلام عليكم الحادقات والحادقين، اش اخباركم؟ غادي تقولوا لي غبره هادي؟ ايوا الله يخفف ما نزال، والله يشافي كل من هو مريض ويفاجع على من كل هو حزين يا ربي. غادي نتلاقاو ان شاء الله اليوم، ونتمناها تكون واحد العوده يعني مستمره. غادي نديرو الدجاج مقلي. الدجاج مقلي فايت ليا قدمته، ولكن بزاف ديال الصديقات كيقول لي عاوديه لنا الا كاين شي طريقه اخرى ديالو سهله ولا هذيك، ولكن هي كتبقى دائما نفس الطريقه. هنا عندي الدجاج مغسول، مملح يعني، منقي مزيان. كلكم تبارك الله كتعرفوا تقادوا الدجاج. وعندي التوابل اللي هي السمن، عندي اللب ديال 2 حامضات، عندي واحد راس فص كبير ديال الثومه، ندير الخرقوم. دائما المقادير على حسب الدجاج اللي عندكم. سكين جبير، الملحه، والسمن كيف ما قلت لكم، والزعفران شعره اللي فزقته في الماء سخون. الملح ما نكتروش بزاف لان عندنا السمن مالح. غادي نجمع هذه التوابل كلها. ما شوفوا هنا الا لاحظتوا راه ما عنديش البزار، راه ما كنديرش البزار، انا دايره غير سكين جبير. هذا الدجاج مقلي، غير سكين جبير، الخرقوم، الزعفران الحر، السمن، الثومه، واللب ديال الحامض. غادي نجمع هذيك التوابل بهذاك الماء ديال الزعفران الحر، وغادي نشرملو الدجاج ديالنا. فالطريقه سهله سهله وبسيطه، يعني ما فيهاش حتى شي تعقيدات، غير هو اللذه ديالو كيجي هائل. نتمنىكم تجربوه. و يعني ومخالف للدجاج اللي كنعرفوه محمر ولا مشرمل ولا مدغمر. وكنحتفظ بهاد لاستيكات هادو دائما كنوريهم لكم، لانهم غذائيين واخا كيطيبوا ما فيهم حتى شي ضرر. وكنبدا نشرمل الدجاج ديالي. في الجانب كتشوفوا عندي البصله، هنا عندي واحد 5 ديال الطيور ما كبارش بزاف، وعندي واحد 2 كيلو ديال البصله مشلضه رقيقه. وحدا البصله عندي العصير ديال الحامض ديال 2 حامضات، وداك الحامض اللي خديت له اللب احتفظت بالقشره ديالو، هي اللي كنزوق بها. صافي وكنشرمل الدجاج، ودائما كيف ما كنقول لكم الجلده تكون شو هاربه على اللحم، ما تكونش لاصقه فيه، باش تخلي الشرموله تدخل مزيان. كنشرملو من تحت الجلد. وهاد الطويرات الصغار راهم دغيا كيشربوا، ما كيحتاجوش وقت كتير. هنا خليته ما بيتوش، خليته غير واحد 4 ديال الساعات، ولكن كيجي لذيذ، ما كتحتاجي له حتى حاجه، راه فقيه غير بشليضات وعندك طبق ممتاز. صافي وغادي نبقى هكا حتى نكمل الدجاج ديالي، وغادي نوليو نتلاقاو. يعني كملات 4 ديال الساعات اللي شرملت فيهم الدجاج. وجدت انا البصله ديالي، وجدت عفوا الطنجره اللي غادي نطيب فيها. درت فيها هذيك الشرموله اللي بقات ليا من الدجاج، ولا ما بقات لكمش كديروا نفس التوابل كديروها في الطنجره، يعني في حالها كديروا داك الشيء اللي شرملنا به الدجاج كنوليو نديروه في الطنجره. وكنديروها تغلي دائما كيف ما كنقول لكم. الدجاج ما كنرميوهش في الماء بارد، راه احيانا هو اللي صافي كيقطع الدجاج كله كيهرى، او كيبدا يتشرق وينزلوا دوك الجنيوحات، ينزلوا له الجلدات، نزلوا كل شيء. هنا حتى كتغلي الطنجره مزيان، عاد كنبدا ننزل فيها الدجاج. هذه عندي طنجره ديال الالومنيوم. كنعرفوا الالومنيوم راه كيطيب مزيان، رغم انه خصك تحضيه كيحرق شويه، ولا بد خاصه وانا عندي درت هاد البوطه هذه لان اندكسيون عندها فم واحد. ها نتوما شوفوا راني حاضيه، ورغم ذلك وفي النهايه راني زدت البصله والحامض والزيت. الزيت ديروا الزيت اللي القياس اللي بغيتو. وهذا هو
التقديم النهائي ديالنا، وشكرا لكم ولكن، ونتلاقاو ان شاء الله في شي وصفة قريبا ان شاء الله. ومرحبا بكم، اللي عجبتكم الوصفة ديالي لايكيو وبارطاجيو، كتبوا لي التعاليق ديالكم. راني كنغبر بصح ولكن كاينه ظروف خاصة. وشكرا.